السلام عليكم من جديد، أهلا بكم جميعا في محاضرة جديدة من دورة أنت رائد أعمال. محاضرة رقم 5. عبد الله، أنت قعدت شابتر كامل تكلمنا عن ريادة الأعمال وأهمية ريادة الأعمال وصفات رائد الأعمال والستبس بتاعت ريادة الأعمال. طب حلو قوي، أنا هبدأ إزاي؟ طيب ده بداية من النهاردة هندسكاس ده وهنناقش ده مع بعض. محاضرتنا النهاردة بعنوان Start Your Way، ابدأ طريقك لريادة الأعمال. عايز الناس اللي بتسمعني دلوقتي تكون باشنيتد جدا، شغوفة جدا، في كامل تركيزها. لو انت لوحدك او لو معاك تيم مهم جدا، لان احنا بعد كل محاضرة انتوا هتاخدوا الديسيجن مع بعض، فبداية من هنا التركيز لازم يكون كامل. معاكم عبد الله الوكيل، وهنبدأ على طول بقى ان شاء الله عشان ما اطولش عليكم. احنا في الكونتنت بتاع الكورس ده احنا خلصنا شابتر 1 بعنوان مقدمة في ريادة الأعمال. اللي ما اتفرجش عليها يتفرج، مهم جدا قبل ما يجي هنا. لكن شابتر 2 هنتكلم بقى على حاجة مهمة جدا، احنا قلنا ان هي 25% من مشوارك لريادة الأعمال، وهي الانوفيشن او الايديا او الفكرة او السوليوشن، الحل بتاعك اللي انت في النهاية خالص هتوصل لان الحل ده هيكون هو ستارت اب، هيكون هو شركة بتاعتك. طيب الموضوع خطير، خطير جدا. ليه؟ لان الفكرة دي اللي احنا هنحددها مع بعض، وبنهاية الشابتر ده المفروض ان خلاص في يعني complete decision او قرار متكامل ونهائي بخصوص الفكرة. ان الفكرة دي هي يعني هتعيش معاك، ممكن لو انت مهتم بريادة الاعمال فعلا ونفسك طويل 10 سنين 5 سنين and so on، هتاخد من وقتك effort وجهد كبير جدا. فمهم ان انت تختار الايديا بتاعتك بعناية فائقة. تاني حاجة عايز اقولها قبل ما نبدأ ونتوكل على الله، وهي ان مفيش رائد اعمال وهو في الحتة بتاعت ان هو يختار فكرة، مفيش رائد أعمال كان عارف إن الفكرة دي هي اللي هتعمل انفلونس أو تأثير بشكل كامل. لو احنا قلنا جوجل والناس كانت بتعمل السوليوشن، فكرة إن أنا لما هبحث عن معلومات ألاقيها، بدأوا بجامعة هارفارد مثلا إن هم يشوفوا، أو الجامعات اللي فيها كونتنت، ما كانوش يعرفوا إن هو هيبقى جوجل ال القيمة التسويقية بتاعته بكام تريليون جنيه، دولار طبعا. فبالتالي أي فكرة سويفل، أي ايديا آه، رائد أعمال بدأها ما كانش يعرف ونجحت، ما كانش يعرف إن مدى التأثير بتاعها. فخليك مؤمن بده من البداية، أنت ممكن تجيب فكرة، ممكن تعمل فكرة، ممكن تحل مشكلة تغير فعلا مجرى كبير من حياة ناس كتير. طيب في الكونتنت أو في الشابتر ده احنا هناخد إيه؟ هناخد 4 حاجات أساسية. ال4 حاجات دول أنا بأزعم إن شاء الله إن أنت بعدها هتلاقي إن أنت خلاص واقف عند، خلاص أنا هاخد الأكشن بقى إن أنا أبدأ في البروجكت بتاعي. طيب أول حاجة هتكون بعنوان choose your field. هنستعرض النهاردة، وده عنوان النهاردة أو البارت اللي احنا هنناقشه النهاردة. هعرض عليكم أو على حضراتكم يعني مجالات مختلفة، وأنا شفت ستارت أبس في المجالات المختلفة دي. فأول حاجة هناخدها النهاردة هي إن أنت تبدأ تختار مجال محدد، وهنتكلم ده بالتفاصيل بعيدا عن تخصصك إيه أصلا. تاني حاجة هنتكلم على main techniques أو حاجات كده إن أنت بعد ما تختار التخصص بتاعك هتطبقها، بحيث إن أنت تبدأ تخش في المجال ده. يعني هتبقى احنا هنختار الفيلد، وبعد كده ان احنا نشوف ازاي بقى نجيب الانوفيتيف سوليوشن بتاعنا في الفيلد ده. تالت حاجة تالت حاجة ان احنا بعد ما نشوف التكنيكس هنوصل للايديا، وايه هي المعايير النهائية عشان اقول الايديا دي بالنسبة لي تمام وهكمل عليه. واخيرا هناخد value proposition canva، بنجاوب على شوية أسئلة كده بحيث إن إحنا exactly بالظبط نحدد الفكرة بكامل تفاصيلها. وأخيرا هنا بعد ما حددنا خلاص الفكرة، هبدأ إن أنا أكلمكم على مصطلح اسمه product management. بعد كل شابتر وكل حاجة كده إن إحنا هنبدأ نطعم الموضوع بشوية business يعني terminologies مختلفة، مصطلحات مهم جدا إن أنت هتبيز عليها الفترة اللي جاية. شابتر مهم وملهم جدا، نهايته فعلا هتديك كده يعني، هتخليك تستارت واي فعلا تبدأ الطريق بتاعك في ريادة الأعمال بشكل عام. الكونتنت بتاع الكورس انا عارف ان انا طولت عليكم، بس الكونتنت بتاع الكورس حقيقي انا لما عملته وافترضت عبد الله من 3 سنين ولا 3 سنين ونص وهو بيبدأ الطريق ده.
كان محتاج ناس توجهه ازاي والستبس ايه بالظبط، وعلشان كده صممت الكونتنت ده. فالكونتنت مش اكاديمي، الكونتنت ده انت فعلا دلوقتي حالا محتاجه. تمام. فكل كلمة بقولها مهم جدا ان هي تؤخذ في الاعتبار. هنبدأ النهاردة استعراض كده شوية مجالات. ولما اقول شوية المجالات اللي انت هتختار منهم مجال دلوقتي، انا حرفيا دول جم في ذهني ان انا شفت منهم ستارت ابس كتيرة. فبالتالي ممكن يكون مجالات مختلفة موجودة، واحنا هندسكاس ده مع بعض. اول مجال ممكن ان انت تشوفه هو مجال الزراعة. ولو معظم الناس اللي هنا او 95% منهم مصريين، فالمجال رقم واحد دلوقتي في مجال ريادة الأعمال كدعم وسبورت مجال الأجريكلتشر أو مجال الزراعة. هنلاقي حاجة زي ستارت اب زي مزارع. بدأوا مثلا بدل ما المزارعين بشكل عام إن هم بيزرعوا بشكل كل واحد على مزاجه زي ما بنقول. لا، طب ليه ما ننسقش المزارع، الناس اللي بتزرع الكام مليون فدان دول، مع الحاجات فعلا الناس عايزاها، ونوظف ده مع ده. فنلاقي ازاي ستارت اب زي مزارع. في ستارت ابس تانية لحل المشاكل الزراعية ذات نفسها. طيب انا هاخد بس اكزامبل في كل حاجه سريعا علشان الموضوع كبير. تاني حاجة مثلا ال renewable energy، فكرة الطاقة المتجددة. هو ممكن حاجة ترندنج جدا، أو تاني حاجة ترندنج من وجهة نظري واللي أنا شفته، مجالات زي طاقة الرياح أو الطاقة المتجددة أو الهيدروجين انرجي. وده اللي بيحصل انفيجن أو غزو في مصر كامل، أو مصر يعني عاملة انفستمنت كبير جدا جدا جدا. فخلال احنا بنتكلم ال5 سنين اللي جايين، يعني مهما نقول ان في شركات راحت في الرينيوبل انرجي، مش هتكون اناف خالص، مش كافية. لان المجال والسوق هنا واسع جدا. فكرة السولار انرجي، مجالات فيه طبعا ايجيبت 4G سولار سيلز. دي ستارت اب بتحل مشاكل الخلية الشمسية ذات نفسها. في ستارت اب تانية وهي ان هي تجمع الماركت، السوق بتاع الخلايا الشمسية او السوق بتاع الهيدروجين انرجي، او انتاج الهيدروجين انرجي، ان احنا نعمل نماذج ليها صناعية في مصر. مجال واسع جدا ومهم جدا، وسبل الدعم فيه كبيرة جدا. مجال تالت وهو مجال education، مجال التعليم. والمشاكل طبعا احنا هنا في كل مجال من دول اللي احنا هنعمله. لو انا اخترت مجال معين، فانا هبدأ اشوف المشاكل الموجودة في المجال ده والحلول الموجودة فعلا، وهحاول ان انا او ازاي ان انا هجيب حلول مبتكرة غير الموجودة اوريدي بالفعل. مجال education من المجالات المهمة جدا، وفي ستارت ابس كتيرة جدا داخلة في الموضوع ده. بنتكلم ستارت ابس مثلا فكرة ثانوية عامة، فكرة أكيد انتوا شفتوا ده. في المجال بتاع الإديوكيشن بتاع المرحلة الجامعية. انتوا موجودين هنا لو احنا افترضنا ساي اسك إن شاء الله بالفيرجن اللي هتطلق في آخر الشهر ده، شهر 10 إن شاء الله 2023. هي هتبقى معنية بواي مختلفة إن أنت تجين اكسبيرينس في مجال الإديوكيشن أو التعليم بتاعك. في ناس مركزة على طلاب ستيم ومجال education بتاع STEM، طلاب المدارس الستيم يعني. في ناس طيب فوكس على التعليم المهني وأهميته. يعني رغم إن التعليم الثانوية العامة هي الأبرز، لكن دلوقتي في اتجاه ترندنج جدا للمجالات المتخصصة والتعليم الفني اللي هم مش ثانوية عامة، اللي هم بيخشوا مثلا يروحوا للجامعات التكنولوجية. الحتة دي ترندنج جدا ومهمة جدا، والدولة كلها رايحة لها. فمجال education فيه كمية ستارت ابس طالعة منه كبيرة جدا. مجال التالت مجال الانفايرمنت والبيئة. طبعا كربون دايوكسيد emission، وان احنا نعمل ليميتيشن ليها. مش عايز اقول لكم تقريبا في ايلون ماسك ومنزل جرانتس ومنح كتيرة لحتة السوليوشنز اللي بتحل الكربون دايوكسيد emissions. فكرة الريسايكلينج هنا في الانفايرمنت، إعادة التدوير، سوق كبير جدا، وكمية برضه ستارت ابس كبيرة جدا وكتيرة جدا رايحة في مجال إعادة التدوير. البلاستيك بقى اللي هي البايو ويستز، فعلا ستارت ابس كتيرة جدا. وبرضه مهما نقول ان في ستارت ابس موجودة، بس المجال مش مشبع. يعني في قابلية ان احنا يعني يبقى في ستارت ابس تانية في مجال زي الريسايكلينج. احنا بنتكلم بقى البايو ويستز، المخلفات الحيوية بشكل عام. فكرة الورق، فكرة البلاستيك، إعادة تدوير. الحاجات دي كلها هي حاجات كلها ترندنج بشكل عام. خامس بوينت وهي مجال الهيلث.
الرعاية الصحية. ومجال الهيلث هنا مش بعني فيه ان انا هروح ان انا اعمل دواء، مش شرط. انت كرائد اعمال ممكن تفكر حاجة زي زي فيزيتا مثلا، ان هو ربط الناس العيادات المختلفة وشغلها عنده. حاجة زي وان هيلث، حاجة زي البرودكتس المختلفة. لو احنا قلنا مثلا حد عايز يفتح عيادة جديدة، فاللي عايز يفتح عيادة جديدة دي عايز مستلزمات طبية. طب المستلزمات الطبية دي في ناس أصلا شغالة في المجال ده، طب ازاي ان انا هنتورك ده بده and so on. فمجال الهيلث، سواء ان انا البرودكتس الصحية الموجودة او سواء العيادات والدكاترة الموجودة، في ستارت ابس برضه طلعت من هنا. فكرة لو انت تقدر تربط بين المستشفيات المختلفة and so on. طبعا هنا مجال الهيلث مجال برضه واسع جدا. المجال اللي بعد كده في الامبلويمنت، التوظيف، حاجة زي ان انت تلاقي الطريق بتاعك او تلاقي الشغل بتاعك. حاجة زي اي كارير، ستارت اب اي كارير، ستارت اب زي المنتور. الحاجات دي كلها هي معنية وموجودة علشان مجال الامبلويمنت. لو احنا جينا نحسبها رقميا، مهما قدر اي كارير يوصل او المنتور يوصل فستيل السوق موجود كبير جدا. بنتكلم سوق ماركت زي مصر، 60% من الشعب شباب، معظمه محتاج يلاقي شغل، او حتى لو هو موجود في شغل فدلوقتي بسبب ظروف المعيشة هو شغال شغلانة، طب هو عايز يشتغل شغلانة تانية. فكل المجال ده برضو سوق واسع جدا، employment بشكل عام. طيب مجال سابع التوريزم، ستارت اب برضو شفتها كتير موجودة في مجال السياحة. فكرة السياح طبعا لما بيجوا مصر، ان هو المشكلة في النولج، او في ان هو ان الناس بين قوسين تضحك عليه. هو عايز يلاقي جايدنس موجود في حاجات موجودة فعلا، لكن احنا هنتكلم في المحاضرة الجاية على ان احنا ازاي ان احنا نستخدم النو هاو او تكنيكس مختلفة ان احنا نطبقها، بحيث الموضوع يكون فيه حتة ريادية مختلفة عن الموجود حالا. فمجال التوريزم شفت حاجات زي فكرة إن ناس بتوفر مثلا، ستارت اب كانت توفر رحلات جايدنس كامل للشخص من أول ما يوصل مصر مثلا، لكل حاجة هو هيحتاجها لغاية لما يروح بالأسعار الحقيقية، بعيدا عن إن الناس تقدر تضحك عليه. طيب في مجال رقم 8 الصناعة بشكل عام، وصناعات مختلفة طبعا بتبقى بأدد فاليو. زي ستارت اب مثلا كان مثلا بيصنع منتجات مثلا خاصة بمثلا صناعة، يعني حاجة زي الحلل والحاجات التيفال والحاجات دي كلها، بس بطريقة هيلسي أكتر. صناعات سواء سمول اندستري أو هاي اندستري موجود. مثلا ستارت اب زي بتاعت ابو هشيمة، طبعا ده سكيل كبير، لكن كان الفكرة بتاعته في الحديد ان هو يخلي الصناعة ذات نفسها ايكو فريندلي. كان دي الانوفيشن بتاعه هنا او الحاجة الجديدة اللي كان بيستخدمها. طيب مجال زي السبورتس الرياضة، يعني أنا شفت ستارت اب. ستارت اب دي كانت شغالة عاملة سبوت على المواهب الموجودة في مصر. طيب ازاي ان المواهب دي تلاقي الطريق بتاعها، او يبقى في فرص افضل سواء للانديه الموجوده بالفعل هنا في مصر، او ان هم يلاقوا فرص احتراف. كل الحاجات اللي انا بقولها لغايه دلوقتي الناس اللي بدأوها ما كانوش ناس معاهم راس مال كبير ولا اي حاجه، لكن فكره وبدأوا يشتغلوا عليها، فاتس اوكي بالنسبه لك. رقم 10 مجال بتاع يعني الزيادة السكانية الكبيرة في مصر. وكلمة إن أنا أقول مشكلة، فالمشكلة هي عنوان فرصة بالنسبة لك. مجال تالت زي مجال طبعا النقل والمواصلات، وفي الستارت ابس انتوا عارفين اوبر وكريم اكيد. لكن شوفوا مثلا حاجه زي سويفل، جت ازاي سويفل؟ لقى ان في ناس عندنا اللي هي يعني اوريدي الرينج بتاعها كدخل صعب شويه، فبالتالي بيركبوا المواصلات العامه، وده معظم الناس يعني. طب في ناس تانية بتستخدم اوبر وكريم بحيث الموضوع سهل. طيب في ناس تالتة بقى في النص، دخلها مش كبير قوي ولا هو صغير قوي، وعايز وسيلة مواصلات تكون كويسة. فكان سويفل هنا في الترانسبورتيشن ان هو، طب انا في النص انا هخلي فيه public transport، يعني بشكل عام موجودة لكن منظمة في أوقات محددة، بحيث إن السعر بتاعها يكون قليل وإن أنت تلاقي المكان وتحجز المكان بتاعك.
في الترانسبورتيشن لو جينا نحسبها بالعقل المايند سيت اللي هو البيزك خالص، فهو هيقول ايه ده اصلا، ما هو اوبر وكريم موجود او الترانسبورتيشنز الموجوده موجوده اوريدي، يعني انا هعمل ايه؟ لكن في لو انت فكرت وبالمايند سيت ان انت تلاقي حلول، هتلاقي في مشاكل ان في اماكن اصلا فكره التكاسي فيها مش موجوده ومش متوفره بصوره كبيره. انا رحت، لو انت رحت او لو رحت مثلا، انا في محافظات فعلا يا جماعه في مشكله في ان انت تلاقي تاكسي اصلا، حتى لو سعره بسيط. يعني بيبقى محافظات السعر التاكسي فيها بسيط رخيص، لكن مش لاقيه اصلا. فهنا لو احنا قلنا سويفل، لو كان في البداية بتاعته هو جاست جاب فكرة وحاول ان هو يسيك فند او ان هو يسعى ان هو يلاقي تمويلات، وزي ما هنقول في الشابتر رقم 4، لكن في البداية مثلا ما كانش يعرف ان هو الشركة بتاعته في يوم من الايام هتوصل لمليار ونص دولار and so on. فمجال الترانسبورتيشن ستيل اكيد في مشاكل. الديسابيلتيز، الناس اللي هي ذوي القدرات الخاصة، يعني في حد أو ستارت اب شفتها إن هو مثلا يعمل كل السيرفيسز المختلفة، الخدمات اللي محتاجها الديسابل بيرسون، وطبعا هم هنا بيبقى أنواع مختلفة، ويبدأ يحلها في وان ابلكيشن مثلا. فور اكزامبل حتة التجارة بشكل عام، وهنا بقى في التجارة الإلكترونية هي متسيدة الموقف، لكن مثلا شفت ستارت اب إن هو فكرة ربطها بالإمبلويمنت. واكيد انتوا ممكن اتعاملتوا مع حاجه زي كده، فكره مثلا الهدوم بشكل عام، بدل ما اروح اشتريها بسعر كبير، لا ممكن كان ستارت اب ان هي دي بادئه من فتره يعني كبيره، ان هي والله بتشتري البرودكتس ويبقى فيه توزيع اونلاين للهدوم. وفي ناس ممكن تكون اشتغلت حاجات زي كده، لكن انا بكلم على الستارت اب دي ذات نفسها. فحته التجاره بشكل عام، وان انت تحولها لحاجه مثلا الكترونيه او تخش فيها في حلول مشاكل موجوده اوريدي، فدي برضو حاجه اكزيستد موجوده، ان انت تبدا تبحث عن المشاكل الموجوده وحلولها ايه بالنسبه لك. في برضه المجال بتاعه السيكتور بتاع السمارت سيتيز والحلول المختلفة. لو انت حد عندك تكنولوجي كويسة وافكار كويسة ان انت تخش في السمارت سيتيز، كان فكرة طبعا واي سوليوشن في السمارت فلتر او اير فلتر او اير كواليتي فلتر، بحيث مثلا هو يبقى كنترول، بيقدر يكنترول لو في مثلا تسرب غاز على مستوى مدينة كاملة. فانسو الافكار بالطريقة دي في السمارت سيتيز موجودة برضه ستارت ابس. حتة بقى التعمير بشكل عام والإسكان، وإن الناس تلاقي السكن بصورة سهلة. شفت ستارت اب مثلا للطلاب الجامعيين إن هم يلاقوا يلاقوا واي أو يلاقوا طريقة إن هم على طول بشكل سريع إن هم يتسكنوا، لأن دي مشكلة مثلا للطلاب اللي هم جايين من محافظات مختلفة. فممكن ما يلاقيش السكن الجامعي متاح، طب بيضطر ان هو يروح لحاجات مختلفة بره الجامعة. فبالتالي بيبقى فيه مثلا ناس بتشتغل كتجارة في البوينت دي، ياخد عملة ومش عارف ايه، ممكن ما يلاقيش سكن كويس. فحاجة زي كده مثلا هو خد هنا الستارت اب دي الناس بس الطلاب الجامعيين. طيب في ناس ممكن تشوف حاجة في كلاس ايه، عايزين مثلا حاجات بنوعية أغلى شوية بس الأماكن مثلا، طب احنا عايزين يعني ستارت اب تكون موجودة علشان تقول لنا أفضل الأماكن وأفضل الأسعار، بدل ما يبقى في ناس داخلة في النص تاخد عملات كبيرة. فمجال فور اكزامبل مجال زي الومن امباورمنت او تمكين المرأة، دي حاجة يعني الدولة داخلة فيها بشكل كبير، ترندنج جدا. واخر حاجة الانفلونسرز، طبعا انت تكون مؤثر. واخيرا اللو انكم، الدخل القليل في مصر بشكل عام، وده احنا بنتكلم كحل. فكرة مثلا الحاجات اللي انتوا بتشوفوها ان هي كل الحاجات الموجودة تكون بالتقسيط، والحاجات دي في ستارت ابس دخلت كتير قوي في البوينتس دي. طيب بس كده ما اطولش عليكم، دي مجالات مختلفة. انا عايز بس ان انتوا دلوقتي في التاسك دي تشوز مجال معين من المجالات اللي انا استعرضتها، اكتر مجال كنت باشونيتد بيه، وابدا اشوف المشاكل الموجوده فعلا والناس حلتها ازاي بشكل خاص. بس كده ما اطولش عليكم، دي حلقه النهارده، واشوفكم ان شاء الله في حلقه بكره، ان احنا بقى ازاي هنعمل تكنيكس مختلفه ان احنا نقدر نطلع من خلالها الفكره دي تكون innovative وفيها شوية حاجات كتير. شكرا ليك، واشوفكم محاضرة رقم 6 ان شاء الله.